حبيت صوركم طريقة النودلز او الاندومي يلي انا بعملها مع الدجاج والخضرة بالصويا صوص. طريقتها كتير سهلة وبسيطة، بتنفع غدا سريع للأم لما ما يكون عندها وقت، والصغير والكبير بحب هيدي الوصفة. فيها خضرة وفيها دجاج، وفينا نعملها بالاندومي مش الأكياس الصغيرة انا بستخدم، وفيكم تعملوها بالسباجيتي كمان بنفس الطريقة والخطوات. طعمتها كتير طيبة وبسيطة، ما بتاخد معنا وقت كتير، نص ساعة بتكون جاهزة الطبخة. تحضيرها كتير سريع، والخضرة حسب المتوفر عنا، شو متوفر خضرة شو نحنا بنحبه على ذوقنا بنعملها. هيدي طريقتها كتير بسيطة وما بتاخد منكم وقت، حبيت شارككم فيها. وهيدا الدجاج جهزته، قطعته شرايح بهيدي الطريقة. رح ضيف هيدي البهارات الصينية، انا بشتريها من سنجاري من الشويخ، تقريبا معلقة طعام مع رشة ملح، ما رح احط نشا عليهم ابدا. وهيدا الدجاج بعد ما دعكته بالبهارات والملح، حطيت هون بمقلاية زبدة معلقة طعام ومعلقتين طعام زيت السمسم. بس دابت الزبدة رح نزل الدجاج ورح شوحهم على نار عالية. هلا الدجاج بعده عم بتشوح على نار عالية، ناطريته يتحمر وتنشف المي منه. هلا الدجاج صار له شي 8 دقايق 10 دقايق، انا عم بقلبه دايما بالمعلقة على نار عالية. هلا المي نشفت منه تماما، وصرنا نحس انه الدجاج بده يلزق بالمقلاية. شلت الدجاج من المقلاية وحطيته بصحن، وحطيت هون قطعة زبدة مع معلقة طعام وحدة زيت سمسم، ورح احط معلقة طعام ثوم مهروس، معلقة طعام زنجبيل مبروش. رح اقلبهم لياخدوا تحميرة. هلا الثوم والزنجبيل تحمروا معي بالزبدة وبالزيت. رح اضيف صويا صوص تقريبا نص كوب، 3/4 الكوب، ورح اقلبهم عشان تطلع كل الثوم والزنجبيل يلي لزقوا شوي بالمقلاية. وانا بحب ضيف معه من هيدي الصلصة لانها شوي حلوة، صويا صوص حلوة، اللي ما عندها تحط معلقة طعام سكر بني. وهلا بس يغلوا رح رجع الدجاج عليهم، ما رح احط نشا، ما بدي نشا بهيدي الخلطة ابدا. ورح ضيف هلا ربع كوب مي مغلية لنص كوب عشان عادل الصلصة. هلا رح رجع الدجاج. بالنسبة لطعم الصلصة، اذا بدكم اياها قوام الصلصة يكون وسط مش كتير مالحة من الصويا صوص، حطوا سكر او زودوا من هيدي الصلصة الحلوة. هلا انا حطيت الدجاج، خليته بس 5 دقايق يغلي مع الصلصة، لانه هو 3/4 الاستوى مستوي واكتر كمان بالتشويح اللي انا عملته. ما بدي كتير انا بالغ بتسوية الدجاج عشان ما يتقطع معنا بالتقديم، وكمان بس ندوق نشوف الحب استوت خلص، ما تخلوهم يفصلوا عن بعض. ضفت هلا جزر. بالنسبة للخضرة هاي بترجع لذوقكم، شو انتو ولادكم او انتو بتحبوا ضيفوا مع الدجاج. ضفت فليفلة ملونة، اذا في عندكم بيبي كورن ضيفوا، بيعطيها طعم كتير طيب، مش متوفر عندي. اذا عندكم فطر طازة كمان ضيفوا، ما كان متوفر فطر طازة، فيكم تحطوا فطر معلب كمان. ضفت بروكلي. البروكلي انا مش سلقيتها ابدا، بدنا اياها تحافظ على طعمها، تكون فيها شوي قرمش، يعني على البخار مع الخضرة والدجاج، والنار عالية تحت المقلاية، ما بتخففوا النار ابدا. لما ضفت البروكلي خليته يغلي مع الدجاج والخضرة شي تقريبا بس دقيقتين. انا ابدا ما بطول بطبخ الخضرة عشان بنحافظ عليها تقرمش وبنحافظ على الوانها، ما بنقدمها دبلانة. وحطيت الملفوف، بطفي تحت النار على طول عشان الملفوف ما بدي اياه يدبل على الاخر، وبقلبه على البخار مع الدجاج. وهيدا الملفوف بعد ما تقلب مع الدجاج والخضرة، هلا كل ما طولت عليه الفترة بالبخار مع الخضرة والدجاج بيستوي معكم اسرع. انا ما كان متوفر عندي بيبي كورن طازة، عندي معلب، رح ضيفه اخر شيء. انا طفيت النار تحته لانه اذا هو يعني معلب بيكون مستوي معنا، ما في داعي انه ياخد استوى كثير. وهيدا الاطفال بحبوه كثير، اذا بتحبوا تضيفوه ضيفوه، واللي ما بتحب هيدي كلها اذواق. وهلا صارت عندي الدجاج مع الخضره جاهزه. هلا انا عم بستنى النودلز يستوي عندي، رح ضيفهم سوا. هيدي الطنجره اللي بدي اسلق فيها انا النودلز اللي انا حضرتها، حطيت فيها مي مغليه، حطيت نص معلقه صغيره ثوم، نص معلقه صغيره زنجبيل مبروش، معلقه طعام زيت سمسم، ونص معلقه صغيره بهارات صينيه اذا توفر، ربع كوب صويا صوص لاعطي طعم للنودلز لما يتسلق بالمي. لهيدي الوصفات انا بستخدم هيدا النوع من النودلز، مش النودلز العادي. هيدي شعيرية صينية، هيدا النوع اللي انا بستخدمها. انا ما بكتر مي وما بحركهم. هلا كل ما استوت طبقة بتهبط الطبقة اللي فوق على طول معنا.
وهيك رح كملهم. الكمية بترجع لكم. هلا الاندومي استوى عندي بدون، او النودلز الصينية بدون ما انا زود مي وما لزقوا على بعض بهيدي الطريقة. هلا صاروا عندي جاهزين انه انا اخلطهم مع الدجاج والخضرة اللي انا التقلية اللي حضرتها. بالنسبة للاندومي او النودلز فيكن تخلوه تقدموه هيك وتحطوا على وش كل صحن لكل واحد بصحنه من تقلاية الدجاج والخضرة اللي عملناها، وفيكن تخلطوهن سوا. فهيدي الخطوات بترجع لكم، بدكن تخلوهن هيك ما بيأثر. انا ما حطيت ملح على تقلاية الدجاج ابدا لانه انا زودت من الصويا صوص وعدلت نسبة الملوحة فيها من الصويا صوص الحلوة، فما بنكتر ملح يعني، لانه خلص هي طعمة الصويا صوص لحالها مالحة. وهذا الاندومي وشفتوا زيت السمسم بخليه بيعطيه لمعة وما بيخليه يلزق ببعضه. هلا راح اخلطهم كلهم سوا. هلا انا هون بلشت ضيف الدجاج مع الخضرة. بننتبه للبيبي كورن لانه معلب عشان ما يتكسر معنا، وبنصير نقلب. عشان هيك انا ما بالغت، بس ضفت الخضرة 3 دقايق 4 دقايق وطفيت تحتهم، والملفوف ما قلبته على النار، طفيت تحته لما سكبتهم عشان الملفوف رح يكمل استوى من البخار. شوفوا ما شاء الله الخضرة كيف محافظة على الوانها وعلى قرمشتها، ما دبلت معنا. وعشان هيك انا ما زودت مي على الاندومي او النودلز، لانه رح ضيف المي اللي انا طبخت فيها الدجاج الصويا صوص والخضرة. هلا انا رح ضيف بصل اخضر. لما ضفت البصل الاخضر انا طفيت تحت النودلز والدجاج، وهلا رح اقلبهم واسكبهم بصحن التقديم. بنقدم على جنبهم صويا صوص يلي بده بزيت كمان. وهيدي النودلز مع الدجاج والخضرة عم بسكبها. بتخلوا شوي هيدول على الاطراف عشان نحطهم فوق منهم نزين فيهم للبيبي كورن. اذا كان في فطر طازة قلبوه معاهم، اخر شي بنضيفه كمان. وهيدا النودلز مع الدجاج والخضرة او الاندومي. ما استخدمت الاكياس الصغيرة، انا صورت لكم اي نوع انا استخدمته. بعد ما تسكب بزين بهيدي الطريقة، بحط البيبي كورن على الاطراف، برش رشة بصل اخضر على الوش، ودايما بقدم على جنبهم صويا صوص يلي بده بضيف زيادة على صحنه. كتير طيبة وكتير الأطفال بحبوها وحتى الكبار. يعني هيدي صارت هلأ الأكلة الصغير والكبير بحبوها ومتفقين عليها. الكل بيطلبها دايما عشاء سريع غدا سريع. كتير بتفيد للأم إذا ما كان عندها وقت بتحضرها على طول ب5 دقايق أو بنص ساعة بتكون الطبخة كلها خالصة عندها.